تناقلت صفحات فيسبوكية ودادية صورة ودادي قيل بأنه شارك في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية بداية الأسبوع الجاري وهو يحمل شعار الفريق الأحمر. وحسب متداول الصورة فإن الوداد المغربي الذي يحمل الجنسية الأمريكية أصر على ولوج مكتب التصويت خلال الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة وهو يحمل شعار فريقه الوداد الذي يعشقه بجنون، إلا أنه وجدوا صعوبة في إقناع حراس مكتب الاقتراع بمقاطعة أورلاندي وبعدم مصادرة الشعار، موضحا لهم بأنه يعود لفريق الوداد البيضاوي المغربي. وأكدت الصفحات الودادية أن المغرب رفض منح الشعار لحراس الأمن وعرض عليهم الدخول لمحرك البحث لمعرفة تاريخ الوداد.